السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا؟ النهاردة بقى هنعمل فطير مشلتت زي ما الكتاب بيقول، فلاحي اصلي، طعم وريحة وشكل ولون، وما شاء الله تبارك الرحمن خطير. هنسمي بالرحمن وندخل نشوف هنعمل الفطير بتاعنا القمر ده ازاي. اول حاجة يا حبايبي، عندي كيلو من الدقيق متعدد الاستخدام. انا استخدمت هنا نوع اسمه الاصيل، نوع حلو وكويس معايا. انا هستخدم معاه معلقتين من السكر، معلقتين كبار من اللي هو معلقة الطعام، وكمان هستخدم معلقة صغيرة كده مش مليانة ملح. بس كده، دي المكونات بتاعتي. يبقى المكونات بتاعت الفطير بتاعنا النهاردة بسيطة جدا، لا فيها مواد دهنية ولا فيها حليب ولا فيها أي حاجة. هنستخدم كيلو من الدقيق متعدد الاستخدام، عليه معلقتين من السكر الأبيض الحبيبات عادي، ومعلقة صغيرة خالص من الملح. هنعجن بايه؟ هنعجن بميه. طبعا عارفين كلنا المج ده الازاز اللي هو موجود في كل بيت، هنستخدم منه 2.5 من الميه. ادي واحد، ادي 2، وكمان نص زي ما احنا شايفين كده. يبقى احنا عايرناه قدام بعض كده. دلوقتي الميه اللي هنستخدمها 2.5 كوباية. يبقى كيلو دقيق هيستخدم 2.5 كوباية بس كده. دي المكونات بتاعتي. هنعجن العجينة بتاعتنا، هننزل بالكوبايتين مرة واحدة، وبعد كده النص هننزل بيه معلقة معلقة لحد ما العجينة تلم معاكي. وهنشوف مع بعض قوام العجينة دلوقتي. انا عجنت طبعا، والعجينة معايا ناعمة وطرية. عجنتها مش اقل من ربع ساعة عجين متواصل لحد ما بقت معايا ناعمة وملساء كده بالشكل ده. وطبعا ما جبتش العجنة علشان ما اطولش عليكم الفيديو. وزي ما احنا شايفين كده العجينة ما شاء الله تبارك الرحمن لينة شوية، مش يابسة، وفي نفس الوقت مش لينة خالص، يعني تقدري تتحكمي فيها، بس عرقها حلو وجميلة جدا وكده تحفة. هنسيبها ترتاح حوالي نص ساعة. النص ساعة دي هتخلي العجينة معانا تبقى سهلة الفرد. عشان نعرف نتأكد انها ارتاحت لازم نغرز اصابعنا فيها كده. لو غرزتي صباعك في العجينة وما طلعش، تبقى العجينة بتاعتك ارتاحت وهتريحك جدا في الفرد. بعد كده هنروح للفرد. الفرد بتاعنا هننزل على رشة دقيق حلوة كده. شايفين العجينة بعد ما ارتاحت معايا في ايدي زي الملبن، اللهم بارك، حلوة قوي. هنبتدي ناخد من جوه لبره كده ونفرد العجينة بتاعتنا. هنفرد الكيلو الدقيق كله على بعضه، يعني دي العجينة كلها بالكامل، ما قطعتهاش ولا قسمتها ولا اي حاجة. رشيت رشة من الدقيق وجبت الكيلو العجين كله على بعضه، وابتديت افرده كده بالشكل اللي احنا شايفينه. اخد من جوه لبره بايدي، وبعد كده بالفرادة هبتدي افرد على قد ما اقدر. مش لازم العجينة في المرحلة دي تبقى معايا شفافة ولا رفيعة جدا. اهم حاجة افردها قد ما اقدر وقد ما المساحة اللي عندي تستوعب اللي انا بفرد عليها، الرخامة او الترابيزة او اي حاجة. زي ما احنا شايفين ده شكل العجينة بتاعتي بعد ما فردتها قد ما اقدر. مش رفيعة قوي، بس مساحتها كويسة. هجيب بقى زبدة طرية تكون بدرجة حرارة الغرفة كده زي ما احنا شايفين. انا الزبدة كانت عندي في التلاجة فخرجتها، سيحتها وسبتها تربط شوية، بقت بالقوام اللي احنا شايفينه ده. فما شاء الله تبارك الرحمن لازم افرد كده على العجينة. الزبدة مش لازم تكون كمية تقيلة خالص، لكن مهم انها تكون مفرودة على العجينة بالكامل، يعني ما سيبش حتة مش مفرود عليها زبدة. ليه بقى؟ لان الزبدة دي هي اللي هتعمل معايا التوريق. بعد كده هنبتدي نلف العجينة بتاعتنا من حروفها كده رول، ونفضل نلف. واحنا بنلف ما نخليش العجينة بينها وبين اللفات بتاعتها فراغات، علشان الفراغات دي مش هتبقى كويسة معانا. احنا عايزين العجينة تبقى ملفوفة على بعضها زي ما احنا شايفين. ما شاء الله تبارك الرحمن العجينة بتمشي معايا طيعة وزي الفل. وعلى الرغم ان هي كانت لينة شوية في العجن، مش بتلزق معايا ولا حاجة، لان انا رشة الكاونتر بتاعي دقيق. وما تقلقيش من الدقيق، مش هيعمل اي حاجة في الفطير وهيطلع زي الفل. هخلص بقى لف العجينة بالكامل. والحكاية دي بتفكرني بالسينابون، وانا بلف الرول بتاع السينابون
بس طبعا الزبدة دي ببقى حاطة معاها القرفة، لكن النهاردة احنا بنعمل فطير بس، فحاطين زبدة وخلاص. هنبتدي بقى نقفل الحروف كده ونمسكها في العجينة. نقفلها كويس جدا، ونجيب صينية نحط لها معلقتين من الزيت كده، علشان انا هقسم العجينة دلوقتي واحط عليها الفطير بتاعي. هقسم كيلو العجين بتاعي لفطرتين، هقفل بس الاطراف كده بعد ما قسمتهم اتنين مظبوطين قد بعض، واتنيها كده النص، هتني اتنين على بعض، وانقلهم على الصينية اللي انا دهنتها بالزيت. واجيب من الصينية زيت كده وادهن وش الفطيرة، يعني الكيلو دقيق هيعمل معايا فطيرتين النهاردة. واقفل كويس جدا وادهنها، واغطيها بكيس بلاستيك. كل مرة كده لازم ادهن وش العجينة بتاعتي زيت، واغطيها بكيس بلاستيك علشان اسيبها ترتاح. سبتها ترتاح نص ساعة، يعني ريحنا العجينة اول مرة نص ساعة بعد ما عجناها، وكمان ريحناها نص ساعة بعد ما قطعناها. النص ساعة دي يعني ممكن تسيبيها من ربع لنص، بس أنا النص ساعة بالنسبة لي بيخلي العجينة في إيدي ملبن، بتريحني جدا، وما بعملش أي مجهود وأنا بفردها. بحس إن أنا يعني شايفين تبارك الرحمن، هتشوفوا دلوقتي بعينيكم العجينة بإيدي كده، باخد من جوه لبره، بظبط العجينة ما شاء الله. بعد ما ارتاحت نص ساعة بتمشي معايا زي الحلاوة كده، بتروح ما بترجعش. العجينة لو انت فردتي ورجعت معاكي تبقى مش مرتاحة كويس، تسيبيها ترتاح شوية. لكن العجينة لما بتبقى مرتاحة واخدت وقتها الكافي في الراحة، اللهم بارك، شايفين بتبقى معايا قمر، تحفة جدا. فردت شوية بإيدي، وبعد كده ابتديت أفرد بالنشابة، ولازم كده أرقق في المرحلة دي شوية قد ما أقدر، علشان هنا تديني طبقات أكتر، وفي نفس الوقت تديني الطبقات تبقى رفيعة كده ورقيقة ومورقة. هندهن كمان مرة بعد ما فردنا العجينة بالكامل، هندهن زبدة طبقة خفيفة خالص، بس طبعا لازم تكوني دهنة لحد الحروف، مش سايبة اي مكان مش مدهون. ونطبق بقى الجنب ده، ونجيب الجنب التاني عليه، ونظبط الدنيا كده زي ما احنا شايفين. اظن مفيش اسهل من كده. نطبق بقى زي الظرف كده كلها فوق بعضها، واخر حاجة بنلم بقى العجينة في ايدنا كده زي القرصة او زي البقجة او زي السرة، سميها زي ما تسميها. شايفين لحد ما تاخد معايا الشكل المستدير اللي انتوا شايفينه ده. وعلى صينية الفرن بقى اللي هتدخل الفرن اللي هنعمل عليها الفطيرة، نعملها بالشكل ده. شايفين مفيش احسن ولا اسهل من كده. كده احنا وصلنا لمرحلة ان دي بقت فطيرة في خطوتين اتنين، يعني الفطير مفيش اسهل منه. الفطير اللي الناس كلها متعقدة منه، بتخاف تعمله ما يطلعش مورق ويطلع مكتوم وملكوم، احنا عملناه بمنتهى البساطة. جبنا بقى الفطيرة التانية اللي هي برضو الجزء التاني، مش احنا كنا قاطعين الكيلو اتنين، ده الجزء التاني ارتاح. شايفين بيمشي معايا اللهم بارك بمنتهى السهولة ازاي. النص ساعة اللي بنريح فيها العجينة بتريحنا احنا شخصيا، وبتخلي العجينة مرنة جدا وماشية معانا سلسة كده، اللهم بارك. فردتها بايدي زي ما احنا شايفين، بفردها ما بترجعش. وهكمل بقى فرد بالنشابة، والمرة دي انا بفرد على نقطة زيت، يعني على الكاونتر قدامي حاطه نقطتين زيت كده، يعني زي معلقة زيت كده بفرد عليهم، ما بفردش على دقيق في المرة دي. اول مرة بس لما كان كيلو دقيق على بعضه كنت بفرد على الدقيق. النهاردة المرة دي بفرد على الرخامة بمعلقة زيت واحدة، علشان العجينة تبقى سلسة معايا وتمشي. وبرققها قد ما اقدر، وادوس على الحروف علشان العجينة ما يكونش فيها، الفطيرة بتاعتي ما تكونش فيها حروف تخينة من جوه وفيها كلاكيع كده وكتل عجين. هناخد بقى برضو فرشة كده من الزبدة، ندهن الفطيرة بتاعتنا بخفة كده علشان خاطر تبقى مورقة، وكل ما تدهني دي تدي معاكي توريقات. وقلنا مش مهم تكون الكمية بتاعت الزبدة كتيرة، قد ما مهم ان هي تكون مفرودة على سطح العجينة كل بالكامل، يعني ما نسيبش مكان مش مدهون. وطبعا على حسب ذوقك، لو انت بتحبي المواد الدهنيه والفطيره تبقى سايحه ونايحه كتري، انا بحبها تبقى ناشفه كده ومش بتخر بقى دهون كده وتبقى تقيله، انا عايزاها تبقى خفيفه وتاكلي منها متزهقيش. هنبتدي نلم الطرف ده اليمين، نظبطه كده، ونرجع نلم الطرف التاني عليه. طبعا الطرف التاني مدهون زبدة، فهيبقى عازل ما بينهم وما بين بعض وهيدي توريقات. بعد كده هنجيب بقى الطرف اللي فوق والطرف اللي تحت على بعض،
زي ما احنا شايفين كده. نقفلها بقى اخر حاجة القرصة او البقجة زي ما احنا شايفين كده، او سرة، علشان تدي معانا شكل الفطيرة النهائي. وعندي الصينية التانية دهناها برضو معلقتين زيت كده علشان ما تلزقش مني، وعشان يديلها لون حلو من تحت وتبقى مقرمشة ومتحمرة وزي الفل. ألم العجينة واظبط شكلها كده النهائي، لأن ده الشكل الدائري اللي هتبقى عليه الفطيرة بتاعتنا. هسيبهم يرتاحوا برضو نص ساعة الفطيرتين دول الدائريين. النص ساعة ده علشان اتأكد ان الفطيرة بتاعتي ارتاحت هنعمل ايه؟ هغرز صباعي برضو في العجينة. اللهم بارك، شايفين مرتاحة اكتر مني انا شخصيا، حاجة كده قمر. اللهم بارك. لما بتبقى مرتاحة شايفة معايا بتمشي ازاي كده. احنا بنعمل الفطيرة بشكلها النهائي، والفطيرة ماشية معايا تبارك الرحمن. مفيش احسن من كده، مطيعة وسلسة جدا وبتمشي ما بترجعش معايا. اللهم بارك. انا في المرحله دي مش بحب اوسع الفطيره، بس اهم حاجه تخليها شكلها مظبوط كده ودائري منتظم، ما يكونش فيها جنب طالع وجنب داخل. وحاولي ما ترققيهاش قوي علشان تكون قلبها طري كده ومربربه ولذيذه. عندي معلقتين من قشطه الحليب. اي قشطه متوفره عندك اعملي بيها. انا عندي قشطه من وش الحليب، ضربتها كده مع معلقتين من زيت الذرة، وهبتدي انزل بيها على وش الفطيرة. وفي الوقت ده انا بسخن الفرن من قبل ما اشتغل في فرد الفطيرة حوالي 10 دقايق، علشان الفرن بتاعي يسخن قوي على اعلى درجة. عندك شغليه من فوق ومن تحت لو متاح، لو بيشتغل من تحت بس سخنيه قوي، ودخلي الفطيرة على ارضية الفرن على الصاجة، وبعد كده ابقي ولعي الشواية. دهنت وش الفطيرة، ولازم تدهنيها من الحرف للحرف، ما تسيبيش مكان عشان تطلع معاكي الفطيرة لونها موحد وشكلها يفتح النفس. دخلت الفطيرة الأولانية الفرن بقى المتسخن قوي، وهبتدي أفرد الفطيرة التانية. اللهم بارك. شايفين معايا مرتاحة جدا جدا، بتمشي معايا بسلاسة، حاجة قمر خالص. طبعا انا بعمل معاكم مرة واتنين، يعني عملت الفطيرة الاولى كان ممكن ما صورش التانية واخرجهم من الفرن وخلاص، لكن انا بعمل معاكم الخطوة مرة واتنين علشان المعلومة تبقى ثابتة وواضحة للكل. شايفين معايا باخد من جوه لبره كده، ولما بوصل للحروف بظبط الحروف واحاول ما ارققش قوي الفطيرة عشان تبقى قلبها طري كده ومربربة وفيها قلب يتاكل كده وطعمها لذيذ. اللهم بارك. انا ظبطت الفطيره كده عندي، ده شكلها النهائي. ونشوف بقى الفطيره اللي في الفرن. شايفين قمر اللهم بارك، ابتدت وشها يلون كده، وكمان قبه كده وبتغلي في الفرن. شايفين منفوخه قد ايه؟ تحفه جدا، حاجه قمر. هبتدي الف الصينيه بس لفه كده علشان اللون يبقى موحد عندي، وتاخد اللون من كل الاتجاهات وتطلع شكلها روعه. ده لونها بعد ما ابتدت تاخد لون اكتر. هنسيبها بقى لحد ما تحمر بالكامل وندخلها ونخرجها. شايفين اللهم بارك. انا بخبز في فرن البوتاجاز العادي جدا، مش بخبز في اي فرن تاني. لو انت حابة تخبزيها في الفرن الغاز او اي فرن المتاح عندك، الفطير بيطلع بشكل تحفة جدا. ده شكلها النهائي. اللهم بارك. بعد ما خرجتها من الفرن قمر، شكلها يفتح النفس، ريحتها شهية جدا. يا ريت تقدروا تشموا معايا الريحة اللي طالعة من الفرن. هبتدي بقى احط للتانية المارينيه او يعني القشطة بالمعلقتين الزيت، وابتدي ادهنها بالكامل زي ما احنا شايفين. اللهم بارك. لازم لحد الحروف كده والوسط كله كده يبقى متشبع بالدهان علشان تخرج لونها موحد وزي الفل. ما تسيبيش مكان عشان الفطيرة ما تبقاش حمرة من مكان وفاتحة من مكان. القشطة دي بتخلي الفطيرة طرية وبتدي لها لون حلو وريحة تحفة. اللهم بارك. وبتطلع زي الفل زي ما شفنا. هدخلها الفرن، ولازم طبعا ما تدهنيش الفطيرة الا وهي داخله الفرن. هنبتدي نخرج الاولانيه على طبق تقديم كده. اللهم بارك. حاجه كده قمر، فطيره كبيره كده. النص كيلو دقيق عامل معايا فطيرتين كبار جدا زي ما احنا شايفين، حجمها كبير وكمان طريه جدا. شايفين لونها من تحت شهي ويفتح النفس، واحلى من فوق كمان.
في خطوة مهمة بقى لو عايزة الفطير بتاعك يبقى طري ووشه مش ناشف كده ويتكسر منك وانتي بتاكلي، هتغطيه كده زي ما احنا شايفين. تجيبي مثلا ورق فويل وتلفيه، او تجيبي ستريتش راب كده زي ما انا بعمل، وتبتدي تغطي الفطيرة بتاعتك. أضعف الإيمان لو انتي ما عندكيش ده ولا ده، ممكن تلبسيها كيس كبير وتسيبيها تهدى كده وتطرى 10 دقايق قبل التقديم. ده شكل الفطيرة التانية، اللهم بارك، لون قمر، وبتغلي معايا في الفرن ومنفوخة ما شاء الله وعالية تبارك الرحمن، حاجة قمر جدا. أنا بحب لون الفطير الشكل القمر ده، واللون ده بياخده من القشطة، شايفين معايا، بتديله لون حلو وريحة خطيرة، وكمان شكل يفتح النفس. الفطير النهاردة طبعا يعني مش قادرة اوصف لكم قد ايه هو حلو وسهل جدا. اي حد ما بيعرفش يعمل الفطير وبيخاف منه هيتجرأ ويعمله بعد ما يشوف الفيديو ده. سهل خالص وطعمه مميز وخطير. اي مواد دهنية زيادة عن حاجة الفطيرة بتخرجها في الفرن، فما تقلقيش خالص. حتى لو حطيتي زيادة هينزل لما الفطيرة تستوي ويغلي، وهنبتدي بقى خرجنا الفطيرة التانية فوق الاولانية كده عشان يتروا مع بعض هما الاتنين، وغطيتهم كده 10 دقايق. شايفين معايا اللهم بارك. هشيل بقى الاسترتش راب علشان نقدم الفطير بتاعنا بألف هنا وشفا، مع جبنة قريش كده وعسل اسود والبيض بالسمنة البلدي. واللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. حاجة قمر جدا، عملناها بسهولة. طبعا خطواتها بسيطة قوي ومكوناتها مفيش اسهل من كده. يدوب هو كيلو دقيق وكوبايتين ونص من المية، عملنا الفطيرتين القمر الحلوين اللي قدامنا دول، وش وظهر يفتح النفس، ريحة وطعم خطير، واكلنا فطير فلاحي قمر. يلا نسمي بالرحمن بقى ونشوف النتيجة الروعة اللي كلنا بنستناها. بسم الله تبارك الرحمن. شوفوا معايا بقى التوريق، اللهم بارك، حاجة قمر. انا مش قادرة امسكه لسه سخن جدا، وشايفين معايا مورق جدا، حاجة كده فاخر من الاخر. كل ورقة بورقتها، مفيش فيه مواد دهنية كتير، تحسي ان هو ناشف، تقدري تاكلي منه اكبر قدر ممكن، ما تزهقيش، وفي نفس الوقت مش هيتعبك. فطير سهل ولذيذ، عملناه بمنتهى السرعة والبساطة، وكان طعمه اللهم بارك لذيذ جدا. انصحكم تجربوا الفطير المشلتت لو خايفين منه وما بتعرفوش تعملوه بالطريقة بتاعتي انا، مطبخ الهنا. ويا رب النهاردة يكون الفيديو البسيط ده عجبكم. ولو عجبكم الفيديو اول مرة تشوفوا قناتي، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل علشان يوصلكم كل جديد، وتعملوا شير كتير علشان الكل يستفيد. وختاما، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم حبايبي في حفظ الله وأمنه.